السلام عليكم أحبتي طلبة سنة أولى ماستر تخصص أدب عربي حديث ومعاصر. نترافق ومقياسكم مقياس الأدب الشعبي الجزائري، ودوما معكم الأستاذة لطيفة حماد. على غرار ما سبق، اليوم سنقدم ملخصا للمحور الثامن المتعلق بفنون الأدب الشعبي الجزائري، هذا الذي أبحر بنا وقادنا من دائرة المنطقة إلى الحكاية الشعبية. أذكر بأننا تطرقنا إلى الحكاية مهاد نظري، بناء على ذلك تحدثنا أيضا عن عناصرها وخصائصها ومضامينها وأنواعها، لنلج عوالم الحكاية الخرافية من خيطها الناظم بخصائصها ووظائفها ومطارحاتها. أشير كذلك إلى أمر اختلاف الباحثين في تحديد تعريفات الأدب الشعبي وتفصيلاته، فكما سبق وتطرقنا إلى تقسيم أحمد صالح رشدي، ريتشارد دورسون، نبيل إبراهيم، مصطفى جاد، وقد قلنا بأن على الرغم من اختلافهم إلا أن هناك بعض الأمور المتقاربة فيما بينهم. لنستذكر أيضا تعريف الحكاية من الناحية اللغوية، فقد قلنا: حكى الشيء حكاية أتى بمثله وشبهه يقال هي تحاكي الشمس حسنا، وعنه الحديث نقله فهو حاك. شبهه حكاه في القول أو الفعل أو غيرهما. الحكاية ما يحكى ويقاس، وقع أو تخيل. واللهجة تقول العرب: هذه حكايتنا. الحكاء هو كثير الحكاية. ونفهم من هذا التحديد أن الحكاية هي ما يحكى وما يروى وما يتم قصه. بناء على ذلك، الحكاية هي القصة المروية التي يتناقلها عامة الناس، فيحكيها الكبير للصغير وتتناقلها الأجيال حتى تصبح موروثا شعبيا متعارفا عليه. القصة تعني الخبر. القصص: قص علي خبره، يقصه قصا وقصصا. أما الحكاية من الناحية الاصطلاحية فهي محاولة استرجاع أحداث بطريقة خاصة، ممزوجة بعناصر كالخيال والخوارق والعجائب، ذات طابع جمالي ذو تأثير نفسي اجتماعي وثقافي. الحكاية هي نتاج فكري جميل، موروث تراثي عميق أنتجته الشعوب عبر تاريخها الطويل، وأودعت بها أروع قصصها وأجمل ما مر بها من أحداث وحكايات، فجاءت لتعكس خلاصة تجاربهم وتعطي صورة نابضة حية عن واقع أمة من الأمم عبر مراحل تاريخها الطويل. بطبيعة الحال تتجلى فيها حكمة الشعب وعصارة تجاربهم في مراحل تاريخية متنوعة، كما أنها تعطي وصفا لبعض الجوانب من الحياة الإنسانية والأحداث التاريخية المختلفة. تظهر أيضا النواحي الفكرية والعقلية التي شهدتها منطقة من المناطق في فترة من الفترات، فتعيد للذاكرة صورة تاريخهم المجيد وتراثهم العريق، كما تعيد أيضا إلى الأذهان صورة الآباء والأجداد ومواقفهم الحميدة وأعمالهم الخالدة التي يعتز بها كل محب لأرضه ووطنه وأهله وتاريخه. الحكاية الشعبية حسب ما ورد في كتاب الدكتورة نبيلة إبراهيم تقول: ربما يسر لنا أمر تعريف الحكاية الشعبية رجوعنا إلى المعاجم الأجنبية لنعرف تحديدها لهذا النوع من الأدب الشعبي. تقول: المعاجم الألمانية تعرفها بأنها الخبر الذي يتصل بحدث قديم ينتقل عن طريق الرواية الشفوية من جيل لآخر، أو هي خلق حر للخيال الشعبي ينسجه حول حوادث مهمة وشخوص ومواقع تاريخية. أما المعاجم الإنجليزية فتعرفها بأنها حكاية يصدقها الشعب بوصفها حقيقة، وهي تتطور مع العصور ويتم تداولها شفهيا، كما أنها قد تختص بالحوادث التاريخية الصرفة أو بالأبطال الذين يصنعون التاريخ. على هدي هذا، عرف أيضا أحمد رشدي صالح بأنها فن القول التلقائي العريق المتداول بالفعل، المتوارث جيلا بعد جيل، المرتبط بالعادات والتقاليد. والحكاية هي العمود الفقري في التراث الشعبي. يعرفها فوزي العنتيل بقوله: مصطلح الحكاية الشعبية
تعني الحكاية النثرية المأثورة التي انتقلت من جيل إلى جيل، سواء كانت مدونة كانت تظل القصة تروى بواسطة مؤلف نقلا عن مؤلف آخر، أو اعتمدت على الكلمة المنطوقة تنتقل من شخص لآخر، بمعنى أن الحكاية تظل تسمع وتروى بإضافات وبدون إضافات أو تغييرات يدخلها الراوي الجديد عليها. حسب ما ورد في كتاب محمد علان محاضرات في الأدب الشعبي الجزائري، الحكاية الشعبية هي التي ترتبط بالزمان والمكان والعرق وبأشخاص لهم دورهم الروحي أو البطولي في توجيه المجتمع، ويعرف في الغالب الأعم زمن حدوثها، وتعرف بالتالي شخصياتها الإنسانية وأمكنة جريان أحداثها، فهي ليست كالقصة الخرافية التي تغيب في الزمن الماضي السحيق. بالنسبة لبنية الحكاية، فقد وضح الدكتور عبد اللطيف برغوثي أن بنية الحكاية واحدة حتى مع اختلاف نوعية الحكاية، بالتالي هي مكونة من بداية، عرض، ونهاية. البداية يلجأ فيها القاص لما يراه مناسبا لخدمة أغراضه القصصية. العرض هو مجمل الأحداث والعقد والمشاكل التي تصادف البطل ويجتازها بنجاح. الخاتمة قد تكون خاتمة تقليدية، قد تكون خاتمة مفتوحة، أو إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرناها. بالنسبة لخصائص البناء الفني للحكاية الشعبية، فنختصر هذا في البطل هو عصب الحكاية الشعبية، فمن خلاله يتم امتداد الأحداث، فهو موضوع الحكاية أولا وأخيرا. الزمان كثيرا ما تبدأ الحكاية بعبارة كان يا مكان في قديم الزمان، وهي عبارة مبهمة قد لا تعبر عن زمن محدد، ولكن هناك حكايات تفصح عن انتمائها لعصور معينة. المكان من الممكن أن يكون مبهما لا يذكر، وقد يذكر أيضا، وتتعدد الأمكنة عند مرور البطل بها. الحدث هو ما يقوم به البطل وما يتوجب عليه القيام به، وهذا العنصر مهم جدا لأنه يعكس صورة البطل في الحكاية. بطبيعة الحال هنا الأحداث تخضع لنظام السلب والإيجاب، فهناك أحداث إيجابية تكون في صالح البطل، وهناك أحداث سلبية تكون نتيجتها ضد البطل. يتسم البناء الفني للحكاية بعدة خصائص تميزه عن غيره كما سلف وذكرنا: نظام السلب والإيجاب، المرونة والتجدد، والمصادفات المقصودة، كذلك الاعتبار الأخير. الحكاية الشعبية سواء طالت أو قصرت تعد لونا أدبيا وعنصرا له أصالته من بين ألوان الأدب الشعبي الأخرى. بالنسبة أيضا لخصائص الحكاية الشعبية ارتباطها بالزمان والمكان، فهي تسرد المواقف الحقيقية والأحداث البارزة في حياة ربما الجد الأكبر أو أحد أبنائه، كما تروي أحداث الأعراش والقبائل والأحداث التاريخية. أيضا صياغة أحداثها صياغة تربطها بالعنصر الديني وتجعل البطل يتصرف وفقا لتعاليم الدين الإسلامي. عن ارتباطها التاريخي بأناس قد عرفوا مسبقا في تاريخ الجماعة، يجعل أمر تصديقها ضروريا لكل متلق ومستمع لأحداثها دون أن تجد من يعارض في صحة أحداثها أو صدق وقائعها. الإيمان بالقضاء والقدر خاصية تطبع القصص الشعبي الجزائري، مستمدة هذه الخاصية من الروح الإسلامية، لذلك نجد كلمات مكتوب، مقدر، أراد، ربي، عقب بعض الأحداث التي يعجز الإنسان أمامها. لذلك كثيرا ما كانت قوى الخير لها الله الواحد القهار، وقوى الشر لها الشيطان أو أي مرجع آخر. بالنسبة لمضامين الحكاية الشعبية فهي متعددة متنوعة مختلفة. بطبيعة الحال هنا الحكاية الشعبية لم تترك موضوعا إلا وقد تناولته، وبالرجوع إلى ما تم ذكره في المحاضرة تناولت المغازي، دور الأبطال، أيضا مشاغل الإنسان اليومية، تناولت أيضا الصراعات الطبقية في المجتمع، تناولت أيضا مشاكل العمال في المعامل والفلاحين في الحقول، تناولت أيضا دور الإنسان في التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي والثقافي. لنأتي الآن للتذكير بأنواع الحكاية الشعبية حسب ما ذكره إبراهيم أبو طالب في كتابه في الأدب الشعبي فنون ونماذج. فللحكاية الشعبية أنواع كثيرة، وقد سعى بموجب هذا النقاد إلى تصنيفها في كتاباتهم
إما بحسب الموضوعات أو بحسب الأحداث أو الشخصيات الغالبة فيها. ومن تلك الأجناس كما صنفها جامع الأدب الشفوي نذكر ما يأتي: حكايات أسطورية، حكايات دينية، حكايات مثالية، حكايات غيبية، حكايات روحانية، حكايات مسلية، حكايات أخلاقية، حكايات واقعية، حكايات الجن، حكايات عجيبة، حكايات الحكم والعبر، حكايات تربوية، حكايات السحر، حكايات لأثارة شهية الكلام. حسب عمر عبد الرحمن سعديسي صنفت الحكاية إلى الحكايات الخرافية: حكاية الواقع الاجتماعي، حكاية المرحة، حكاية الحيوان، حكاية المعتقدات الشعبية، حكاية التجارب الشخصية، الحكايات الشطار. ولدينا أيضا تقسيم سعيدي محمد في كتاب الأدب الشعبي بين النظرية والتطبيق: الحكايات اللغزية، الحكايات المثلية، النكتة، وكذلك الحكايات الشعرية. حسب ما أدلى به محمد علام في كتاب محاضرات في الأدب الشعبي الجزائري: الحكايات الاجتماعية تتناول موضوعاتها مما يدور في الحياة اليومية، خاصة تلك الموضوعات التي تثير الاهتمام والانتباه لدى المتلقي، كأن يروى مثلا عن رجل رفض تزويج ابنته من إنسان ذا شأن في القبيلة أو العرش، أو ربما حادثة بموجبها تعرض رجل إلى سرقة كان من الممكن أن يتفاداها. وهذا اللون من الحكايات تروي أحداثها أغلب العامة لأنها تعيش تجاربها وتتفاعل بما تراه من المشاهدة. لدينا أيضا حكاية الأجداد وكرامات بعضهم، ويكاد يكون هذا جزءا من الاعتقاد في العرف العام الجزائري، فعند العامة لا تخلو أسرة من أسرها إلا ولها جد حارس تنتسب له وتعترف بكرامته وتؤمن بنفعه وضره، تجري له طقوس وتقدم إليه قرابين وتزور في السراء شاكرة وفي الضراء شاكية. ومن الأعمال المنسوبة إليهم قدرتهم على تحدي الشرور وأصحابها، كان يظلم إنسان ما ويشتكي إليهم فتنتقم من الظالم على حسب اعتقادهم آجلا أو عاجلا. حكاية البطولة: أحداثها وصياغتها عن البطولة والشجاعة والدفاع عن العرش والدوار والقبيلة. حكاية الثورة التحريرية، وقد ظهر هذا اللون بشكل أخص منذ الاحتلال الفرنسي للجزائر. حكاية العمال، ميدان هذه الحكايات المعامل، حقول الإدارات، وكذلك المواني. أيضا تتناول علاقة العمال فيما بينهم وصراعاتهم إلى غير ذلك من الأمور. لننتقل تسوقا وهذه الطروحات إلى الحكاية الخرافية لأنها تتعالق والحكاية الشعبية خاصة، وأن الكثير من الدارسين قد أشار إليها ضمن تصنيفاته. ثم بإيرادها هنا نرتئي توضيح الصورة. فالفروقات: بتعريجنا على الحكايات الخرافية، هناك من اعتبرها فرعا نوعيا من الحكاية الشعبية، هنا من عدها أيضا نوعا مختلفا ضمن القصص الشعبي، وهناك من رأى أن الحكاية الشعبية ترتبط بالأحداث اليومية، فترتكز على فنية تقوم بدور التعبير عن الحياة المعاشة بمشاكلها وتعقيداتها من خلال التعلق والواقع، خلافا للحكاية الخرافية التي ترتبط بالعجيب الخرافي والغيبيات وما هو سحري. الآن نذكر بمصطلح الخرافة كما جاء في لسان العرب بن منظور: أصلها من خرف، الخرف بالتحريك أي فساد العقل من الكبر، وقد خرف الرجل بالكسر يخلف خرفا فسد عقله. الخرافة الحديث المستملح من الكذب، وقالوا حديث خرافة. يعرفها جيمس دريبر: الخرافة بأنها عقيدة أو نسق من العقائد قائمة على أساس صلة خيالية بين الأحداث وغير قابلة للتبرير على أساس عقلي. وقد أورد عبد الحميد بورايو تحديدا لها في كتابه الحكايات الخرافية للمغرب العربي: نقصد بالحكاية الخرافية ذلك الشكل القصصي، وقد استخدم الباحثون العرب لتعيينه مجموعة من التسميات من بينها الحكاية العجيبة، الخرافة، الحكاية السحرية. وقد فضلنا استخدام مصطلح الحكاية الخرافية نظرا لشيوعه في الأبحاث الجامعية الرائدة في ميدان الدراسات الشعبية العربية. وفي موضع آخر من كتابه الأدب الشعبي الجزائري يقول: يسمي المجتمع التقليدي في الجزائر الحكاية الخرافية باللهجة الدارجة حجاية، وخرافة، خريفة، وبالأمازيغية أمشاهوس. تروى عادة في سهرات السمر الليلية في نطاق الأسرة في جو شبه طقوسي عند موقد النار أو تحت الأغطية الصوفية،
ويقال بأنه يحرم تداولها في النهار بدعوى أن من يرويها في ضوء النهار يصاب بأذى في نفسه أو في ذريته. وفي مثل هذه السهرات يجتمع الأولاد حول جدتهم أو أمهم أو أختهم الكبرى فتروي لهم مغامرات الأبطال من أمثال لونجا، بكرة ليتاما وغيرها. يستمر الولع بالاستماع الحكايات الخرافية مع الأطفال إلى أن يصبحوا كبارا، وأداؤها غير قاصر على النساء بل يؤديها أيضا الرجال والشبان أحيانا في تجمعات أسرية. حسب سيدي محمد في الثقافة الشعبية الجزائرية تقابل لفظة حكاية شعبية لفظة حجاية وخريفة، بحيث نسمع العبارات حاجيني يا جدي وخرفني يا جدي. وطبيعة الحال الحكاية الخرافية في الأصل هي تجربة وقعت للبطل، وبعد سلسلة من المغامرات والمخاطرات تلعب فيها الخوارق دورا بارزا تترجم عن طريق هذا الدور من خلال حركة الجن والعفاريت والغول والشياطين والمغامرات والوديان والحيوانات المفترسة والأليفة. أيضا الوحش المعاكس للبطل الخاتم السحري المحول جنة إلى جحيم والجحيم إلى جنة، والطائر يحلق بالبطل إلى عوالم مجهولة يقطع به مسافات في برهة من الزمن. إن فضاء الحكاية الخرافية فضاء عجيب وغريب، كل شيء فيه حي ديناميكي يتحرك في هذا الفضاء مجموعة من العلاقات المستحيلة المتناقضة أحيانا منسجمة أحيانا أخرى بين البشر فيما بينهم وبينهم وبين الحيوانات والطبيعة. بالنسبة لخصائص الحكاية الخرافية كما ذكرنا تتألف المجموعة من الحوادث الجزئية التي تكون في النهاية حدثا كليا، فإذا ما حاولنا أن نرد هذه الحوادث الجزئية إلى عالمنا الواقعي فإننا نشعر على الضوء أن هذا مستحيل، لأنها لا تعيش إلا في عوالمها. تهدف إلى تصوير مجموعة من النماذج حين تصور لنا علاقة الإنسان بالإنسان والإنسان بالحيوان والإنسان بالعالم المحيط به المعلوم والمجهول. يتمثل فيها العالم المجهول بطريقة أخرى هي تعريف الجن والغيلان والنساء الساحرات والمردة، تعريف الموتى في العالم السفلي والحيوانات والطيور الغريبة. أبطالها يختلطون بهذه الأشكال كما لو كانت مثلهم، فهم يقومون بواجبهم. برغم مقابلتها البطل في الحكاية الخرافية لا يقابل شخوص هذا العالم مقابلة المتعجب، وإنما مقابلة المساوم في سبيل الوصول إلى مأربه. في الحكاية الخرافية تختفي الأبعاد الزمنية، إنها حقا تصور شخوصا مسنة وأخرى صغيرة في السن، وتحكي عن الأخ الأكبر والأخ الأصغر. تصور أناسا يعيشون في أزمان مختلفة فهم يهرمون ويعيشون الماضي والمستقبل. فالأميرة مثلا تنام 100 عام ثم تصحو وهي ما تزال شابة جميلة وكأنها لم تكبر يوما واحدا. وظائفها تحقق للإنسان الشاب حياة العدالة والحب الذي يحلم به. تقدم بوسائلها الخاصة جوابا شافيا عن السؤال الذي يدور بخلد الشعب عن مصيره. أيضا تقدم إجابة قاطعة عن غموض هذا العالم عن طريق وسائل عرضها السحرية. الحكاية الخرافية تعد أدبا معبرا عن الرغبة الإنسانية الملحة في تغيير وجود الإنسان الداخلي بل تغيير الوجود بكله. بالنسبة للصياغة السردية المؤداة فعند افتتاح حلقات روايتها يقال: كان يا مكان في قديم الزمان واحد السلطان والسلطان غير الله، كان كذبت أنا يغفر لي الله، كان كذب الشيطان عليه لعنة الله. في نهاية الحكاية تختتم أيضا بصياغ مثل: خرافتنا دخلت الغابة والعام الجاي جينا صابة، يغفر لنا ربي هذا ما سمعنا هذا ما قلنا، حكايتنا شدت الواد وأنا وليت مع الأجواد. تركت لكم مجموعة من النماذج في هذا المصاف، سيما تلك المقتبسة والمقتنسة من كتاب عبد الحميد بورايو الموسوم بالأدب الشعبي الجزائري، على أمل الاستمتاع بها وكذلك احتفاء أكثر بثقافتنا الشعبية الجزائرية.